السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا واضح من فطارنا كده ان هو أكلة شعبية، فول وطعمية او فلافل وفول زي ما معروف في مصر كده. يوم الجمعة وفي الأجازة ما بيحلى الفطار في لمة العيلة والأسرة بالأكلة الشعبية الشهيرة في مصر، الفول والطعمية. وطبعا يا حبذا بقى لو بطاطس وايه وشوية تحابيش جنبها كده. هنعرف عملناها ازاي بالمكنة وعملناها ازاي بالكبة. بس نبتدي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا معانا فول طبعا مغسول وحمص مغسول ومنقوع من بالليل، وبنغسلهم كمان بعد النقع ونصفيهم كويس. ممكن تعملي الكمية كلها فول، ممكن نعمل نص الكمية فول ونصها حمص. ده حسب الرغبة، لكن جربوها. أنا عارفة في مصر معظم الناس بتعملها بفول بس، لكن جربوا الحمص كمان اللي هو بنعمل بيه حمص الشام ده. معانا كمان شوية توم، ومعانا البهارات بتاعتنا فلفل اسود، فلفل كمون، وطبعا كزبرة ناشفة مطحونة. الطعمية بتحب الكزبرة الناشفة يعني. ومعانا شوية من الخضرة، بصل اخضر كده بصلتين ثلاثة صغيرين، خضر بعرقهم برصهم، وشوية من الكزبرة الخضرة والشبت والبقدونس، يعني ما يجيش حزمة، كلهم حبة صغيرين كده. وكرات، طبعا ده الكرات ده مش مصري فشكله كبير شوية. بناخد برضو حبة من الكرات، وبصلة متوسطة الحجم. الكمية دي أنا عاملة كيلو ونص حمص على فول. زي ما قلنا تقدروا تعملوا الكمية كلها فول أو نص ونص، أو الأغلب فول والأقل حمص، أو العكس، يعني زي ما تحبوا. لو جربتوها بالحمص بصراحة تعجبكم، بالحمص والفول يعني جميلة جدا، ما بتفرقوهاش خالص وما بتحسوش إن هي معمولة بحمص أصلا يعني. بنقطع طبعا الخضرة بتاعتنا على قد ما نقدر كده صغير علشان ما تعطلش المكنة. وبنقطع البصلة، وبنقطع التوم بقى بنسيبه صحيح مش هتفرق، لكن بنحاول نقطع الحاجات دي يعني على قد ما نقدر صغير كده عشان ما تعطلش المكنة اللي احنا هنشتغل بيها او الكبة يعني. هنخلط بقى كل المكونات بتاعتنا كده على بعض. انا بحط البهارات في اي مرحلة، سواء في المرحلة الاولى لان هي هتاخد وشين، وش بالخشن الاول بالقطعة المخرمة واسع، ووش بالقطعة المخرمة ناعم. فانا بخلط هنا او تخلطوها في الوش التاني مش هتفرق يعني. خلطت طبعا كل المكونات كده. هناخد النص الاولاني، ركنت النص التاني لما اخلصه. طبعا احنا بنكون مصفينهم من المية كويس جدا، وكل حاجتنا متصفية من المية. هبتدي بقى احط حبة حبة، علشان يعني انا كنت مجربة شوية الاول حبة كده قبل التصوير علشان اجرب المكنة واظبطها يعني. هنحط بقى حبة حبة علشان المكنة ما تتحشرش معانا وتتخنق من الكمية. نحط حبة حبة، وطبعا معانا المكبس ده بنضغط بيه. خلصنا الوش الاولاني، طبعا بيبقى فرم خشن، لسه هنحتاج نعمل بقى الوش التاني. وهنعمله غيرت انا الوش اللي هو القطعة المخرمة للقطعة الناعمة. هنبتدي بقى نشغل المكنة تاني ونخلص الكمية بتاعتنا كلها. اخلص الكمية كلها وارجع لكم كده كده النعومة اللي احنا عايزينها، او يعني النعومة يعني عايزينها كده يعني. انا كنت عملت بصراحة شوية في الكبة، لكن اللي مع انا يعني نصيحتي وبأمانة، اللي ما عندهاش كبة قوية ما تعملش في الكبة. الكبة يعني الكبة ممكن تتحرق، يعني كذا سمعت من اكتر من حد ان الكبة اتحرقت بسبب الطعمية. فعلى ايه، احنا بنعمل الطعمية في البيت علشان نوفر وعشان ناكل طعمية نظيفة ومضمونة. لكن برضو ما نخسرش الجهاز بتاعنا اللي بيبقى طبعا ثمنه غالي. فلو هتعملي اذا الكبة بتاعتك مش قوية بلاش. وبرضو حتى لو قوية اعملي حبة صغيرين، يعني هي هتعملي وجبة وجبتين بالكتير. يعني مثلا كل ما تحبي تاكلوا طعمية اعملي الأكلة بس على قدها، لأن الكبة بتسخن جدا. زي ما انتوا شايفين كده انا بقيت اقلبها واشوفها واقلبها تاني بالسباتيولا علشان كل الجناب تيجي من تحت ومن فوق كله. وبزود ميه حبه حبه صغيرين كده، الاقيها لسه ازود تاني علشان تتفرم كويس. كده وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه. دي كل الكمية بقى اللي احنا عملناها ما شاء الله يعني. الكيلو ونص فول على حمص عمل عجينة طعمية حوالي 3 كيلو ونص عجينة طعمية. انا في الطعمية ما بحطش البهارات كلها، ما بحطش الملح، بحط البهارات كلها الا الملح. الملح بحطه يعني عند القلي. لكن بحط كل البهارات وبخزنها عادي بكل البهارات. الملح بس اللي بحطه عند القلي. خدت انا شوية وخزنت الباقي بقى، حطيته في اكياس، وده جزء يعني اللي انا خزنته. هي طبعا انا حاطة في الاكياس كتير لان
يعني ممكن بقى طبعا انت لو حابة تهدي حد من جيرانك حبايبك بقى بعجين الطعمية، بتبقى حاجة جميلة بصراحة. ف انا كده خدت حبة اللي هقليهم. طبعا بنضربهم كده بالمضرب علشان تتملي هوا على قد ما نقدر. زي ما انتم شايفين كده بزود شوية مية واقلب، الاقيها عايزة تاني ازود، يعني تقريبا بحط معلقة مية بمعلقة مية او معلقتين بمعلقتين علشان ما تتمليش مية مني. لو طبعا زادت ميتها بتصفوها بقى شوية في مصفى تنزل المية الزيادة، لكن حطي بحرص كده لحد ما تظبطي القوام بتاعها. حطيت بيضة بشوية فلفل اسود، وحطيت بيكنج باودر حوالي معلقة كده، معلقة شاي، وحطيت الملح بتاعي. بس البيضة اختياري، ممكن تحطيها ممكن ما تحطيهاش، يعني انا مش دايما بحطها بصراحة. كده قلبتها كويس كده جدا. جاهزة بقى شوية سمسم وشوية كزبرة ناشفة، ممكن تخلطيهم على بعض ميكس وتعمليهم وتاخديه وتحطي على قرص الطعمية. وممكن تعملي ده لوحده، في ناس ما بتحبش ما بتفضلش الحمص او ما قصدي الكزبرة او السمسم، يعني اللي بيفضل حاجة تعملي له بيها، يعني ده برضو حسب الرغبة. الزيت بقى يكون سخن وعميق، يا ريت يكون عميق ويكون في حاجة عميقة يعني برضو، وعلى النار متوسطة، لا عالية قوي ولا هادية قوي، علشان لو عالية قوي الطعمية هتتحمر من بره تاخد لون، هتبقى لسه عجين من جوه. وبقلي بقى كل الكمية بتاعتي كده. واول ما احس ان قرص الطعمية اخد لون من تحت اقلبه، ما اقلبوش قبل كده، يعني اقلبه لما الاقيه اخد لون علشان ما يتهريش مني يعني. طبعا اللي بنفرزها دي بنحطها يعني كل كيس فيه على قد الوجبة اللي احنا هنحتاجها. وبطلعها، طبعا ده قرص كده شكله اتلعبك مني بس مش مشكلة، المهم الطعم. المهم فبحط في الفريزر على قد الكمية، بطلعها بقى قبل بليل، يعني عارفة ان انا هقلي طعمية او قبل يعني الوقت كويس الكافي اللي هتفك فيه. وبطلعها وبحطها بقى، وبحط عليها البيكنج باودر، وبحط ظبط ملحها او بيكربونات صوديوم لو حابين يعني قليل. وببتدي اقليها بقى في زيت عميق. وفي ملحوظة يعني سمعتها يمكن من ناس متخصصة بقى في الموضوع ده، ان الطعمية لو قليتي يعني احلى طعمية تاكليها بعد ما تكوني قليتي في الزيت بطاطس وفلفل وبتنجان، يعني بتبقى اروع طعمية دي بقى طعمها. واللي فهمته او عرفته من بعض الناس المختصين انه لازم الناس بتوع المطاعم يشيلوا كده شوية من الزيت اللي مقلي فيه من امبارح مثلا، علشان حتى لو هيدلقوا الزيت علشان يحطوا بقى ايه في الزيت الجديد، عشان طعم الفلفل والبتنجان يعني اللي فيها والبطاطس. ده بقى كان شكل السفرة بتاعتنا بقى بعد ما حضرناها. عملنا بقى جنبيها شوية سلطة كده، وطبعا يا حبذا بقى لو فيها جنبيها فلفل مقلي وبتنجان وبطاطس كده، وشوية جرجير وبصلاده. العيش الجميل الأمور ده أنا عاملاه في البيت برضو، إن شاء الله هبقى أنزل لكم فيديو طريقة عمل العيش في البيت. طبعا العيش في البيت أو على البوتاجاز، ده عيش الطاسة يعني عاملاه على البوتاجاز، هبقى أنزل لكم طريقته. وطبعا ده بيتعمل بقى كميات كده إيه يعني، اللي هي هتاكلي شوية كده أو أكلة أو أكلتين أو أكتر، يعني حسب بقى إيه، حسب رغبتك يعني. الطعمية مقرمشة من بره وجميلة يعني بصراحة تحفة. هتحطي بقى في الساندوتش اللي انت عايزاه، ممكن تعملي جنبيها سلطة طحينة، تعملي سلطة خضراء وتحطي في الساندوتش سلطة خضراء او سلطة طحينة حسب الرغبة، او بصل تقطعي، يعني اللي انت عايزاه بقى. بصراحة جميلة جدا. عملت في ساندوتش بالعيش الفينو برضو الجميل ده. ان شاء الله يعني الوصفة تعجبكم، وعايزة اشوف رأيكم في الكومنتات. ويا ريت لو مش مشتركين في القناة تشتركوا، عايزين نكبر القناة، عايزين نوصل ل10,000 أو 20,000 وأكتر بفضل الله، ثم بدعمكم إن شاء الله. يا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك وشير، وأشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.